شفت يا عم كبسته ازاي؟ خليته قاعد مش عارف ينطق، احرجته قدام الناس، خليت وشه يجيب الوان، بهدلته. ستوب ستوب، هو انتوا كده عايشين معانا على الكوكب عادي؟ هو انتوا بجد بتتعاملوا عادي؟ بتاكلوا وبتشربوا وبتبصوا في مرايتكم عادي؟ بتتعاملوا بالقسوة دي عادي؟ وانتوا كاسرين خواطر الناس بلسانكم وتصرفاتكم واساليبكم. هي في ناس كده فاكرين ان اخذ الحق باللسان حرفة، وان المعاملة بالطريقة دي هم كده تمام، ومتصورين ان هم لما بينيموا حد زعلان هم كده جامدين جدا، وان هم لما بيكسفوا حد قدام الناس او قدام نفسه مفيش حد زيهم. في الحقيقة انكم قليلين قوي، طريقتكم رخيصة بجد. انتوا فاكرين ان كسر الخواطر وظلم العباد هين؟ مش هقول لك حاجة انك تخيل دمعة الشخص اللي انت كسرت بقلبه واستهونت بيه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. متخيل ان الكلمة دي سهلة؟ متخيل ان الامر هيعدي عادي كده؟ تخيل ان الكلمة اللي بيقولها دي راح عند ربنا، هو بيقول ان ربنا وكيلي وحسبي ضدك. ياه. طب تخيل ان ممكن دخولك الجنة متعلق بالشخص اللي انت استهونت بيه وقلت منه واتكلمت عليه بالشكل ده. تخيل ان ممكن دخولك الجنة مرتبط بعفو الشخص دوت. لو فكرتوا ازاي انتوا ممكن تكسروا قلوب وخواطر الناس، كلمة واحدة ممكن تكسر بقلب وخاطر حد. ممكن الشخص دوت تكون سبب في انتحاره، او تكون سبب ان حياته كلها تتدمر، او تكون سبب ان هو ما يعرفش يتعامل مع حد تاني بكلمة منك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة الطيبة صدقة. تعاملوا مع الناس بطيبة وبلين وبحب، تعاملوا مع الناس زي ما انتوا عايزين الناس تتعامل معاكم. بلاش الغلظة في التعامل، قدر اللي قصادك. لو اللي قصادك تعامل معاك بطيبة ولين، تعامل معاه بطيبة ولين. اتعلم انك تضحك في وش اللي قصادك، اتعلم انك تقدر قلوب الناس. كفاياكم كسر خواطر الناس، عشان والله كسر الخواطر ليس بهين.